عملتي رجيم وخدودك نزلت، ايديكي مكرمشه وفيها عروق بارزه، اي جزء في جسمك هابط وعايزه تسمنيه، تعالي ما اقولك النهارده هنعمل ايه. من الحاجات الحلوه قوي 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 الخميره. النهارده اقولك على وصفه للخميره حلوه وهتجيب معاكي نتيجه حلوه. لو عايزه تكملي بقيه الروتين هقولك على حاجه اجمل واجمل واجمل. بس عايزه اقولك معلومه، ان ربنا سبحانه وتعالى في بكتيريا بتعيش على سطح الجلد هنا، هي دي البكتيريا النافعه اللي بتخلي على طول بشرتك فيها طراوه ونضاره وفلافي كده ومزيته بمعنى اصح. فانتي لو استخدمتي منتجات غلط وشلتي الافراط الكتير في المقشرات والافراط الكتير في الحاجات اللي هي بتشيل الجلد الميت والسكرابات والحاجات دي، كل حاجه بالعقل يا جماعه، كل حاجه بالعقل. مش معنى ان انا كل يوم بديكي وصفه ان انا لازم ان انت تستخدمي الوصفه، بالعكس انا بديكي كل يوم وصفه عشان تختاري، والوصفه بتاعتك ممكن تستخدميها من اسبوع لثلاث اربع اسابيع، وبعد كده حتى لو جابت نتيجه افصلي عشان تعملي، بيبقى الجسم تشبع بيها عشان تعملي فصل بس للجسم، وبعدين استخدمي وصفه تانية وارجعي لها تاني. مش هقولك ان كلنا بنواظب يعني والدنيا احلى حاجه، لا خالص، فكلنا عايزين تجديد وعايزين، الناس بتمل كمان من الوصفه ونتيجتها بتقل خالص مع الاستخدام. فالنهارده هقولك على وصفه عايزه احلف والله، بس النهارده هقولك على وصفه من اجمل الوصفات حرفيا وهتجيب معاكي نتيجه حلوه قوي قوي. هتنزلي الصيدليه اللي تحت بيتكم وتجيبي لي علبه بانسينول، بانسينول كريم، تمام كده، بانسينول ايه كريم. وانتي في الصيدليه كمان هاتيلي اي نوع فازلين، اي نوع عشان ما حدش يقول لي برضو الفازلين وكذا وكذا، اي نوع فازلين. وكمان تجيبي لي كبسولتين فيتامين اي، تمام كده. وانت جايه بقى من عند الصيدليه كده تجي عدي على البقال جيبي لي كيس خميره فوريه، تمام كده. يلا بينا بقى، في بوله نضيفه كده تجيبي لي نص علبه البانسينول، نصها، العلبه اللي هي المتوسطه نصها، وتجيبي معلقه خميره فوريه تقلبيها كويس جدا جدا مع البانسينول، تمام. لقيت الخليط مش متماسك قوي تحطي لي كمان نص معلقه من الخميره. الناس اللي بتقول لي برضو انت ليه ما بتعمليش الوصفات عملي، انا هعمل لكم الوصفات عملي، بس انا عايزاكي انت بايدك تعملي لنفسك عشان تبقى نتيجتك مضمونه. انا بقول لك حرفيا اهو، وانت عايزاه كريمي، اي حاجه انا بقولها لك لازم تبقى كريمي، بحيث لا تبقى سائله قوي تتزحلق ولا تبقى جامده قوي ان هي برضو ما تتفردش على الوش. بعينيكي بقى اتعلمي تعملي، تمام كده. طيب يبقى جبنا نص علبه البانسينول، عليها وليكن مثلا 3 معالق بانسينول، عليهم معلقه ونص خميره، عليهم كبسولتين فيتامين اي. قلبي كويس بقى بمضرب النسكافيه بمعلقه خشب باي حاجه، قلبي كويس جدا جدا جدا، تمام كده. وتجيبي لي في علبه فاضيه نظيفه معقمه وتحطي لي الكريم ده، تستخدميه كل ليله بالليل برضو في الضلمه وفي الهدوء كده، تمام. انا استخدمت الكريم تمام، وعايزه اعمل حاجه كمان ازود بيها، بدل ما النتيجه معايا تجيب نتيجه مثلا في 3 4 اسابيع، لا تجيب في اسبوعين. هتجيبي ايه؟ هتجيبي لي من عند العطار ميكس من زيت القهوه وزيت الحلبه. بعد ما نحط الكريم ومثلا لمده ساعه ونص ساعتين براحتك، بعدين تشطفي وتحطي لي الزيت ده، يبقى اخر حاجه زيت الحلبه وزيت القهوه على بشرتك بعد الكريم. الروتين ده حلو جدا جدا جدا، بيحفز الكولاجين وبيدعبي كل الخطوط التعبيريه والخطوط اللي هي الرفيعه، خطوط الابتسامه والناس اللي بتسميها خطوط الحزن براحتكم يعني، وال111 بتظبط الدنيا. اقول لك على حاجه بقى كمان، عايزه اقول لك ان جلسه المشط مع الحاجات دي حلوه قوي قوي. الموضوع ده كله مش هيكلفك، يعني البنسنول والقصه دي كلها مش هيكلفك 50 60 جنيه، 50 60 جنيه. طيب انا عايزه ارطب قبل اماني وعايزه بشرتي تبقى حلوه قوي قوي قوي. طيب المرطب بتاعي بقى، المرطب بتاعي ايه؟ وليكن برضو نص علبه البنسنول اللي هي فاضله معانا، احنا خدنا نص علبه، هاخد نص علبه البنسنول، تمام، وافضيها تاني، واجيب زيت القهوه وزيت الحلبه واعمل لهم ميكس كويس قوي قوي قوي، واحط معاهم ايه بقى؟ حطي معاهم نص معلقه فازلين، نص معلقه فازلين، وقلبي كويس جدا جدا، وسيبي ده وكمان رطبي بيه. عايزه اقول لك ان الوصفه دي هتخليكي في ثواني، في ثواني، يعني تعتبر من اسرع الوصفات، غير الوصفه اللي احنا قلناها بتاع الخميره الفوريه وجل الصبار وميه الورد، دي حلوه قوي قوي. والفازلين هيبقى مرطب جدا وهيحبس لك الترطيب تحت الجلد، هيديكي احساس الهيالورونيك اسيد وهيخلي الدنيا جميله. تستخدميها لاي جزء في جسمك هابط او اي جزء عايزه تسمنيه او ترفعيه، تمام كده. طيب انا عايزه بقى قبل اماني استفيد والدنيا تبقى حلوه، اي مرطب بتحطيه بخي قبله بخاخه ميه الورد اللي احنا حاطينها في التلاجة،
اللي هي البارده مش متلجه. بخي ميه ورد، بعدين حطي كريمك المرطب، وحطي مقدار قد كده، قد راس الكبريت من الفازلين. هتحسي احساس الهيلورونيك اسيد اللي بتجيبيه ب 200,000 جنيه. تمام كده؟ يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الوصفات. ويلا بينا بقى نشوف الوصفه الثانيه. الوصفه اللي جايه دي وصفه الوصفات، هتخليكي ملكه بياض من الاخر. يلا بينا.